كان يا مكان كان في عيلة كبيرة جدا متكونة من 7 8 عمام وولاد كتير جدا جدا عايشين في بيت عيلة كبير. قضوا طفولتهم مع بعض، كانوا ساكنين في نفس البيت، كل المناسبات مع بعض، كانوا بيطلعوا ينزلوا مع بعض. عيلة من بره يبانوا ان هم كمان متدينين. الولاد اتربوا على حفظ القرآن وعلى ان هم يبقوا بيحبوا بعض وكل الكلام ده. بس مرت السنين والأيام، وكانت كل ما تيجي فرصة لحد فيهم إنه يطلع وبيسيب العيلة ما كانش بيبص وراه خالص. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست يعني إيه لازم. في حلقة النهاردة هتكلم على موضوع برضو شائك، يعني أنا مش عارفة بصراحة آخرة الشائك رايح فين. وممكن يزعل ناس كتير، بس لأنه موضوع مهم جدا جدا جدا، ولأننا مش بنشوفه على السوشيال ميديا ولا بنتكلم حتى فيه مع بعض عشان بنكون مكسوفين ومش عايزين نحط سبوتلايت على نفسنا أو نعرف حد إن إحنا عندنا مشكلة of some kind. بس لأنه في المساحة دي إحنا بنتكلم على الأسئلة اللي عمرنا ما وقفنا عندها وقلنا يعني إيه لازم. ومش معنى إن في حاجات إحنا مش متعودين نتكلم فيها حتى مع نفسنا يبقى هي يا ابيض يا اسود، يا اما هتكلم فيها وهفضح نفسي وهودي نفسي 60 داهيه، يا اما افضل ساكت ومتحمل الاذى وباذي نفسي وباذي اللي حواليا. فخلينا نتكلم بالراحه واحده واحده في الموضوع، نشوف له حلول واقعيه في متناول ايد كل الناس، نفهم اسبابه ونفهم ازاي بنتعامل معاه. انا مش هتكلم في مفاهيم مجعلصه المره دي، ولا هتكلم في الدين، ولا هتكلم في علم النفس. انا هتكلم في حلول واقعيه، فواحده واحده كده هنفكر في حاجات مع بعض نعملها لو عندنا اشخاص مؤذيه في محيط العيله. ازاي نتعامل معاهم بطريقه لا تكسرهم ولا تكسرنا، لان زي ما هم مهمين وزي ما انا عارفة ان في ناس احنا ما ينفعش ان احنا نيجي عليهم، احنا كمان ما ينفعش ان احنا نفضل نيجي على نفسنا وقت طويل. طيب، سؤال النهاردة هو يعني ايه لازم نفضل نجبر نفسنا نبقى عيلة مترابطة واحنا مش مترابطة خالص. وكالعادة انا قاعدة في نفس المكان، نفس النوت بوك بتاعتي كاتبة فيها نوتس عشان ما انساش حاجة، لان الموضوع ده مهم جدا، فكاتبة نوتس عشان في حاجات مهمة عايزة ارجع لها. تمام. يعني ايه؟ يعني ايه يا جماعة؟ في علاقات على وقت طويل جدا من الزمن هي عبارة عن علاقات قايمة على مجهود من طرف واحد، محاولات من طرف واحد، وأذية برضو من طرف واحد. امتى ندرو ذا لاين؟ امتى نقول ده بر، وامتى نقول ده استنزاف وابتزاز عاطفي؟ وهل drawing the line معناه أبيض يسود، يعني ان احنا ينقطعهم ونقول لهم اعتزل ما يؤذيك ونفس اللي بنسمعه على السوشيال ميديا، ولا في حلول في النص؟ تفتكروا في حلول في النص، ولا نفضل مكملين في الأذى ونقول ان ده نصيبنا وقضاء ربنا، يا اما نقول باي باي سلام عليكم انا مش عايزه اعرفكم تاني؟ طيب، وعشان يعني اجيبها لكم من الاول كده، بسم الله الرحمن الرحيم، علشان الناس اللي هتكفرني بقى وتقول لي انت جايه تتكلمي في مسلمات وفين بر الوالدين وبس بقى ومش عايزين نتكلم في الموضوع ده. انا مش جايه اقول لكم اقطعوا اهاليكم يا جماعه خالص، اوكي؟ ده مش دعوه للقطيعه. اما مش عايز حد بقى يقول لي انت ملحده وانت كافره وانت ما اعرفش ايه من الاول كده. لو الموضوع بقى هيجي على اعصابك بقى كده وهتحسي انه الموضوع هيخش في مسلمات وهيهيت وتر حساس، تكمليش الحلقه لان الموضوع صعب. طيب اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. من اكتر الحاجات اللي احنا لازم نجيب شاكوش كده محترم ونكسرها هي التوقعات. التوقعات في محيط الأهل. طب هنا يعني إيه توقعات؟ هل توقعات بقى من شريك حياتي زي ما أنا أتوقع منه إن هو يقول لي كلام حلو؟ لأ، في هنا برضه توقعات. خلينا نتكلم بكل صراحة جماعة، مش معنى إن إحنا أهل وإن إحنا في بينا دم وفي بينا صلة رحم
ان احنا المفروض ان بيجي في نفس الاوردر، ان احنا نحب بعض ونحترم بعض ويبقى في بينا ود ويبقى في بينا احترام. لا، ده مش بيجي في نفس الاوردر، مش بيجي في نفس الباكج. دي حاجة لو ما اشتغلوش عليها الاطراف كلهم، لا مش بتحصل يا جماعة والله. يعني افتكر زمان واحنا صغيرين كانت الطريقه اللي احنا يعني بنبوند بيها مع بعض، ان احنا كنا نتفرج على الفيلم دعاء الكروان وهنادي ابوها قتلها عادي جدا، فعنف اسري اتربينا عليه. فلا يا جماعه، مش كل الاسر بنحب ويحبوا بعض وبيحترموا بعض وفي بينهم ود واحترام. يمكن دي الحاجه اللي بنشوفها على السوشيال ميديا، يمكن دي الحاجه اللي احنا متخيلينها. بس انا عارفه ان ده التفكير ده مش عند كل الناس. بس انا ليه قلت الكلمه دي؟ كلنا عندنا مشاكل مع اهالينا، بس معظم تفكير الناس هو انه عندهم expectations انه عشان احنا عيلة المفروض ان احنا نحب بعض ونحترم بعض. الإجابة no. guess what? absolutely. ده مش شرط. ياما في عائلات بتكره بعض وبينتهوا بيهم الحال في دعاء الكروان، يعملوا فيلم لوحدهم، وبنسمع عن الموضوع ده في الأخبار كل يوم. فبنعمل ايه بقى؟ معظم مشكلتنا ان احنا ربنا خلقنا بالفطرة. الفطرة هو ان احنا عندنا صورة وردية في رسمينها في خيالنا لبابا معين، لماما معينة، لطريقة تفكير معين، لطريقة تعامل معينة. بس الصورة دي مش حقيقية. هي الصورة دي احنا اللي رسمينها في خيالنا لشكل العلاقة. امتى الصورة والواقع بيتغير؟ الواقع بيتغير لما نحط رجلنا على الارض، لما نشوف الاشخاص اللي حوالينا زي ما هم، نشوفهم على حقيقتهم. وده مش معناه حاجة وحشة. يعني ايه اشوف حد على حقيقته؟ يعني بطل ابقى انا حاطه له صوره ذهنيه في دماغي مستنيه منه طول الوقت ان هو to live up to it. فلما اشوف حد على حقيقته ابتدي اشوف انه البني ادم ده غير. لا، البني ادم ده مختلف عن اللي انا رسماه. البني ادم ده ممكن يكون عنده عيوب، ممكن يكون عنده مميزات، بس هو الاكيد انه مختلف عن اللي انا رسماه. طب هنا يجي بقى حاجتين مهمين جدا، وعلى فكره دي كو اكزيست مع بعض. ايه هما؟ في فرق كبير ما بين ان انا اتقبل وما بين ان انا اتفق. انا بتقبلك، يعني انا واعيه ومدركه ان انت بني ادم، عيوبك كلير بالنسبه لي، مميزاتك كلير بالنسبه لي. انا شايفه عيوبك، شايفه عيوبك وعارفه ان هي دي عيوبك. مش كل ما تعمل حاجه وحشه اقول لا ده ما يقصدش، لا ده اكيد هو يقصد حاجه تانية، ده معرفش ايه. لا، انا عندي الوعي والنضج اللي يخليني شايفه عيوبك حتى لو انا مش متفقه عليها. التقبل هو ان انا متقبله عيوبك مش ده التقبل. اتفاق بقى ان انا ابقى متقبله عيوبك وقبلاها ومتفقه معاها وشايفه ان دي حاجه فعلا عادي ودي حاجه معرفش ايه. ودول حاجتين مختلفين جدا عن بعض. يعني انا ممكن ابقى قابله ان البني ادم اللي قدامي عنده عيوب، بس رافضه ان العيوب دي تاذيني. فمش معنى ان انا بقول ان انا اتقبل اهلي هو ان انا اتفق معاهم في المشاكل وفي الحاجات الوحشه اللي بيعملوها واسمح للحاجات دي تاذيني. لا، اتقبلهم، ابطل اتخيلهم في دماغي ان هم اشخاص بيرفكت. هم مش بيرفكت، هم عندهم عيوب، عندهم مميزات. اقف على الارض واشوف العيوب دي as they are, meet them where they are. مش افضل انا عايشه في الخيال ورسمه صوره في تخيلي انا ومستنياهم طول الوقت ان هم تو ليف اب للصوره دي بسبب حاجات هم ما عملوهاش وانا صغير. طيب ايه الحاجتين اللي ممكن يكو اكزيست مع بعض بس الناس دايما بتروح يا يمين يا بتروح يا شمال؟ اول حاجه التقبل، تاني حاجه وضع الحدود. التقبل مش ضعف، ووضع الحدود مش عقوق ولا قسوه. والله لا عقوق ولا قسوه. بس امتى ما يبقاش عقوق وقسوة؟ لما يتعمل بالطريقة الصح. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا بكل احترام وبكل طريقة كويسة ومحترمة اكوميونيكيت الأذى اللي بيحصل لي بطريقة كويسة. very clearly communicate الطريقة اللي بتأذيني
والحاجة اللي بتأذيني أستنى التغيير. حصل التغيير ألف حمد وشكر ليك يا رب. ما حصلش التغيير أعمل إيه بقى؟ أعمل حاجة أنا بصراحة مجرباها وتستد. أنا مجرباها وإتس فيري باورفul. اتعلمتها في الثيرابي وعملتها مع نفسي وبصراحة إتس فيري باورفul. إيه بقى؟ دايما أسأل نفسي أنا في اللحظة دي أنا قد إيه ساعتي النفسية على تقبل الأذى. بمعنى مثلا مش بقول إن ده حصل بالظبط معايا، بس مثلا at any given moment أنا النهاردة مثلا يومي وحش جدا 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 جدا، عندي مشاكل في الشغل، عندي ضغطة كبيرة مع الولاد، حاجة urgent بتحصل في حياتي وبتاع، فأنا النهاردة ما عنديش ساعة نفسية خالص. هل من المنطق ان انا اروح اتصل بحد من الفاميلي ممبرز انا عارفه ومتاكده ان هو عنده القدره لاستفزازي وان هو يخرجني عن شعوري وان هو يعصبني وان هو يضايقني؟ هل ده منطقي؟ لا. ساعتها ايه اللي ممكن اعمله؟ بدل ما اتصل ممكن ابعت رساله. بدل ما ابعت رساله دلوقتي ممكن ابعت رساله بالليل. فهنا السؤال اللي انا دايما بساله لنفسي، انت يا نور دلوقتي قد ايه ساعتك النفسيه على تقبل الاذى؟ لو انا عارف ان انا لما بروح بيت اهلي مثلا او بروح بيت الشخص ده من عمامي او بيت الشخص ده من الشخص المؤذي من عيلتي، انا ببقى تريجرد جدا وانا بتحط في ضغط نفسي كبير جدا. هل من المنطق ان انا اروح اقضي اليوم كله عنده او اقضي يومين وبات؟ لا. انا ساعتي النفسيه ما بتبقاش كبيره في الوقت ده، فمش الطبيعي ولا المنطقي ولا من ذا وايز ان انا اروح اقضي وقت طبيعي. لا، اروح اقضي وقت قليل، ولما احس ان انا خلاص بدات ان انا مش قادر استحمل استأذن امشي. وده في حال انا I communicated clearly الحاجات اللي بتضايقني وما كانش فيه قعدت صبرت فترة طويلة واتكلمت بطريقة كذا بطريقة اتكلمت بكل الطرق والمحاولات اللي كنا بنتكلم فيها الأول. مثلا ما ينفعش تبقى علاقة صحية يبقى شخص فيها هو اللي بيحاول بس، شخص فيها هو اللي بيتأذى بس، شخص فيها هو اللي بيصبر وبيتحمل بس. لازم يبقى في مبادرة برضو من الشخص التاني. طب لو الشخص التاني أظهر ريزيستنس خلاص أحط نفسي بقى تحت ضغط مستمر. هيطلع بقى هنا ناس تقولك طب ما إيه بقى الكلكعة دي؟ طب ما تستحملي، طب ما كلنا بنتهان ونتبهدل من أهالينا، طب ما عادي، طب ما إيه المشكلة يعني؟ ما هو ده ثواب البر بيجي على كده. وبرضو تاني أنا مش هكلم في الدين، ولاني انا من اكبر المؤمنين ان الدين بيدعم الحاله النفسيه اكتر من اي حاجه تانية. بس عشان احنا دايما بنبص لكل حاجه تقريبا بكل حاجه في حياتنا يا ابيض يعملها قوي 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 واذي نفسي ان ذا بروسس واذي اللي حواليا، يا ما اعملهاش خالص واخسرها واكسرها. بس جس وات هو دايما في حلول وسط في كل حاجه. ليه انا ما ينفعش ان انا افضل اذي نفسي فتره طويله؟ هدي مثال. انا النهارده برغم ان انا مضغوطه وما عنديش ساعه نفسيه خالص ان انا اتصل بهذا الشخص المؤذي، بس اتصلت بيه، جيت على نفسي وكتمت، شديت على نفسي واتكتمت وما مش عارفه ايه ومش عارفه ايه وعملت كل الحاجات اللي الشخص الويل كنترولد يقدر ان هو يعملها وما عمل ولا اتعصبت ولا ضايقت. هل كده خلاص الموضوع خلص؟ ولا انا كده عندي شحنه جوايا؟ الشحنه دي يا حبيبي ممكن تطلع في ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عد معايا على ايد الخمسه بس، انا مش هتكلم على 15 ولا ال20، انا بتكلم عد معايا على ايد الخمسه بس. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ممكن تطلع في بينج ايتنج. تاني حاجه ممكن تطلع في العيال، اجي ابهدل العيال ومبقاش طايقه لهم كلمه. تالت حاجه تطلع في جوزي، ابقى مش طايقه ان حد يتكلم معايا وحد قال لي بم انفجر في وشه. تطلع في ماي سيلف استيم، انا استاهل الاهانه، انا مش شخص عارف يحترم نفسه، انا مش شخص عارف يبني حدود واضحه وصريحه. تالت حاجه خامس حاجه جرادج وغضب ناحية الشخص ده اللي عمال يتبني 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 يتبني، لأنه in the process أنا عمالة أذي نفسي ومش قادرة أواجه ولا قادرة أتكلم بطريقة تكون بالانس ولا قادرة أحمي نفسي. ده أنا قلت 5 بس، ما قلتش 14,000 حاجة. في الموقف ده بدل ما بيتكرر مرة و2 و3 و10 و20. طب وليه؟ طب ليه لما في حلول تانية
مش حلول والله ما حلول سهلة، بس ربنا بيجازي وبيدي على فكرة ثواب، وبيدي يعني مفيش حد بيحاول في طريق الخير إلا ربنا let's try نجرب. هو نجرب you never know. يمكن الشخص اللي مستحيل كنت تتخيل ان هو يتغير، يمكن لمجرد ان انت بتحاول ان انت تلينه بالطريقة وبالاسلوب مع حماية نفسك يتغير. طيب عايزك يعني تخيلي كده معايا 2 واقفين قدام بعض وبينهم هاي واي فيه عربيات، واحد واقف قصاده الناحية التانية. الطريق اللي فيه العربيات ده كل مدى عمال بيوسع، اللي هو الجاب في الكوميونيكيشن ما بين الشخصين. انا واقفه هنا، الشخص اللي من اهلي ده مثلا وفي بيني وبينه جاب واقف الناحيه التانية. كل ما العلاقه بتبقى اسوأ، الطريق العربيات ده بيكبر وبيوسع. تمام. انا واقفه، المرحله دي وصلنا لها بعد ما I communicated الباوندريز بتاعتي بدل المره 14,000. فابتدت المسافه تبعد، ابتديت اختار طرق كوميونيكيشن مختلفه للتواصل معاه عشان احمي نفسي، احمي ولادي، احمي بيتي، احمي صحتي النفسيه. مش قطعه، لكن بسأل وبتواصل بالطريقه المناسبه لحالتي النفسيه، والطريقه اللي انا حاسه ان هي مش بتأذيني. واقفه كأني ماسكه ورد، وكأني كل شويه كده برميله ورده كجستشر مني ان انا فاكراك، انا باقيه عليك، انا مستنياك تلين، انا مستنياك تبادلني الاحترام، تبادلني الود، تحترم الباوندريز بتاعتي، تقرب خطوه زي ما انا بقرب خطوه. ما قربتش خطوه هفضل زي ما انا واقفه، بحبك وباقيه عليك، لكن انا لازم قدام ربنا وقدام نفسي، عندي مسؤولية قدام ربنا وقدام نفسي ان انا احب نفسي، وان انا احترمها، وان انا احميها من الاذى، لان الاذى اللي بيجي منك 10 اضعاف الاذى اللي بيجي من حد تاني. لاني انا كبرت، انت المعنى الحب الوحيد اللي في حياتي، انت المعنى الحب الوحيدة اللي في حياتي، انتوا معنى الامان الوحيد اللي في حياتي. فالاذى من هنا compounded ب14 مليون. فهفضل لحد اخر يوم في عمري اتمنى ان الحب يجي بطريقة مختلفة، ولو ان ده مش صح بس انا بحاول. فهفضل اعمل ايه؟ هغير شكل العلاقة. انا النهاردة مودي كويس الحمد لله، ما عنديش مشكلة في حياتي، مش عارفة ايه، ابدا اتصل وممكن ازور وممكن اتكلم وممكن اخش في نقاشات. بس لو انا مش جاية من حتة حلوة ما اعملش ده. واحدة واحدة يمكن الشخص اللي قدامك هيبدأ يحس ان انت بدأت تدخله تفاصيل حياتك. هيحس ان انت مش عارف تكلم، مش بتكلمه كل يوم. هيحس ان انت، يمكن يبتدي يحس ويمكن لا. اهم نقطة بقى في حلقة النهاردة، لو انا هسيبكم في حاجة مهمة جدا 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 جدا، ان احنا نسأل نفسنا سؤال مهم قوي. قاعدة حلوة كده مع نفسك او مع نفسك، واسألي نفسك بقى ايه يا ست الكل، سؤال حلو جدا جدا. اول حاجة، انا اتأثرت بايه؟ يعني انا ايه مشكلتي؟ انا ايه الحاجة اللي بسبب الاذى اللي تعرضت له من اهلي ده حصلت فيا؟ انا مستنية منهم ايه؟ انا مستنية منهم حب، انا مستنية منهم ود، انا مستنية منهم احترام. السؤال التاني هو انا ربنا عوضني بايه؟ لان 100% هتكون اخدت الحاجه اللي اتحرمت منها هنا في حاجه تانية، بس احنا باصين قوي على الشباك ده، ولسه مستنيين منه الفيلينجز اللي احنا ما خدناهاش زمان. بس جس وات، يعني هي عمرها ما هتيجي، ما هي بقالها سنين، عمرها ما هتيجي. لو هي بقالها سنين ما جاتش يبقى مش هتيجي. فهو السؤال هنا ان انا ابتدي ادور جوا نفسي واشوف انا الأذى اللي حصل لي من أهلي أو التروما اللي حصلت لي من أهلي أدت لإيه دلوقتي، وتيك responsibility على نفسي. ما أنا ما ينفعش أبقى أنا حد عندي 30 ولا 40 سنة وأبقى بضرب في ولادي ولا بتعصب على الناس وقول أصل أنا أبويا كان بيضربنا وإحنا صغيرين فده خلاص أنا مش عارفة أتحكم في نفسي. مفيش حاجة اسمها كده. والله ساعة البيئة والله ما في حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها إن إحنا ناخد مسؤولية نفسنا
بنفسنا والعالم مليان. وانا لو قعدت بقى دلوقتي واحكي لكم على قد ايه السوشيال ميديا بقت مليانه بقى ازاي تعالج التروما، ده العلاج النفسي دلوقتي بقى زي الست اللي بتيجي تنظف البيت، يعني كليك وان كليك اواي. ومش عيب ابدا، لان it's our responsibility. وباي ذا واي، لما توصل لحته حلوه كده في العلاج النفسي وتبدأ ترجع لك ثقتكم بنفسكم، وتفهموا ان انتوا ما كنتوش تستاهلوا الأذى، وان انتوا تستاهلوا حاجة كويسة، وان ربنا عوضكم، هتبدأوا تشوفوا أهاليكم بطريقة مختلفة، وهتقدروا فعلا to move on. مش هيبقى عندكم expectations. محمود درويش لما قال الحب في الأرض بعضا من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه. كانش يقصد الحبيب والحبيبة. العقل البشري عنده قدرة مرعبة في إنه يخترع علاقة كاملة في دماغه. أنا عايز مشاعر معينة من الشخص ده، أنا تخيلت له فكرة في دماغي، تخيلت له طريقة في دماغي، تخيلت له سيناريو، وابتديت أشوف أي حاجة هو بيعملها أميجرت أجانست الصورة اللي أنا رسمها في دماغي، مع إن ربنا ممكن يكون عوضني بحاجات تانية كتير. قد ايه ناس ربنا عوضها بزوج، ربنا عوضها بصحاب، ربنا عوضها بأهل تانيين، بزوج تاني، بأهل زوج، بأم واحدة صاحبتها، بس احنا بنبقى فوكست جدا 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 جدا. ده بيبقى رزق كبير جدا من ربنا، احنا ما نبقاش شايفينه عشان احنا فوكست جدا. في آخر الحلقة أتمنى أول حاجة نشتغل على نفسنا ونشوف احنا ناقصنا ايه ونعمله لوحدنا، ونبص على جوانب تانية اللي في حياتنا اللي ربنا عوضنا بيها. تاني حاجة نموف اون، مش هنفضل محشورين في علاقتنا مع أهلنا الستك دي، ونفضل طول الوقت متوقع منهم حاجات هم عمرهم ما يقدروا يعملوها. تالت حاجة نفهم ان التقبل ووضع الحدود ممكن يمشوا في نفس الوقت، they can coexist in the same time، وان الحمد لله ربنا ادانا عقل وادانا communication skills وادانا مرونة نفسية ان احنا نشوف طريقة محترمة ورespectful وطريقة كويسة نكوميونيكيت بيها الحدود بتاعتنا. كان الشخص اللي قدامنا عملها، ألف حمد وشكر لله. ما عملهاش، نبتدي نأبروتش العلاقة بطريقة مناسبة مع ساعتنا النفسية. قادر أعمل اللقطة دي النهاردة هعملها، مش قادر أعملها ما أعملهاش. وأحمي نفسي من الابتزاز العاطفي، أحمي نفسي من الإهانة وكل الكلام ده كله، وأرجع تاني وابقى كأني بشد الحبل وارجعه تاني كل ما يبقى عندي القدرة النفسية ان انا اعمل كده. ده مش عيب ولا حرام، ده انا هنا بقى بحمي نفسي. مش بحمي نفسي بس، انا بحمي نفسي، بحمي دايرتي، بحمي ولادي اللي ملهمش ذنب، بحمي أسرتي، بحمي حالتي النفسية. انا بحمي حاجات كتير جدا، في نفس الوقت مش قاطع، في نفس الوقت مش بقول باي باي انا مش عايزة اعرفكم تاني. انا نور، واتمنى الحلقة دي تكون حطت شوية نور على الفرق ما بين الترابط الحقيقي والترابط اللي تمنه نفسنا. اشوفكم الحلقة الجاية.